السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد لينا النهارده. انا وليد زايد، وفي فيديو النهارده جايب لكم تجميع للفئه المتوسطه تشغل معانا كل الالعاب بفريمات كويسه ونقدر نشتغل عليها في المونتاج ونشتغل عليها جرافيك، ولو حبينا نستريم بيها في نفس الوقت هتشتغل معانا ستريم كويس. في البدايه وقبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تضغط لنا اللايك وتشير الفيديو عشان الكل يستفيد. اول حاجه هنبدا بيها تجميعه النهارده وهي المذر بورد، وانا اخترت المذر بورد من MSI اللي هي البي 450 التوماهوك ماكس. البوردة الغنية عن التعريف، يعتبر من افضل البوردات في فئتها السعرية اللي بتيجي في رينج ال 2000 جنيه. البوردة هنا بتيجي بحجم ATX وبتيجي ب6 مراحل للطاقة 4+2، وعليهم هيت سينك كبيرة عشان تساعد في التبريد طبعا. والبوردة هنا بتيجي ب4 بنك رام نقدر نركب فيهم لحد 128 جيجا بايت رام، وبتدعم باصات من اول 1866 ميجا هرتز لحد 4133 ميجا هرتز. البوردة هنا بتيجي ب5 اماكن للبي سي اي، منهم واحد PCI 3X16 وده اللي بيبقى عليه الشيلد المعدني، والتاني PCI 2X16، والثلاثة الباقيين بيبقوا PCI 2X1. وبالنسبة للتخزين هنا البوردة بيجي فيها 6 اماكن للساتا وبيجي فيها مكان للM.2، بس هنا لما بنركب الM.2 بيفصل معانا مكانين من ال6 اماكن، وهو الساتا 5 والساتا 6 لانه بيستخدم نفس الخطوط اللي بيستخدموها. وبالنسبه لكارت الصوت اللي بيجي في البي 450 التوماهوك ماكس فهو ريلتك 892 بيدعم ال 7.1، وكارت الصوت ده كويس برده مش وحش بالنسبه للفئه المتوسطه. وبالنسبه للمراوح فالبورده هنا بتيجي ب6 اماكن نقدر نركب فيهم المراوح، منهم واحده مخصصه لمروحه المعالج ودي بتيجي ما بين الرامات وسوكت المعالج، والباقي نقدر نركب فيهم باقي مراوح الكيسه عادي. وبالنسبه للRGB هنا البورده هنا بتيجي بتدعم الRGB بس وما بتدعمش الادريسابل RGB، لان البورده هنا بتيجي بسوكتين للRGB وما فيهاش اي سوكت للادريسابل RGB، وده اللي احنا بنشوفه في معظم البوردات الموجهه للفئه المتوسطه اللي في رينج ال 2000 جنيه ما بيبقاش فيها سوكت للادريسابل RGB. ودي ممكن نحلها عن طريق الكيسه اللي هنجيبها، ان احنا نجيب كيسه بمتحكم او بكنترولر نقدر نتحكم منه في الادريسابل RGB، لاننا مش هنعرف نعمل له سينك عن طريق البورده. لما نيجي نبص هنا للباك بانل هنلاقي ان الاي او شيلد هنا ما بتجيش مدمجه مع البورده، بتيجي منفصله، فاحنا بنثبتها في الكيسه منفصله. هنلاقي ان اول حاجه بتقابلنا زرار الفلاش للبايوس نقدر نعمل منه فلاش للبايوس، وبعد كده بيجي سوكت للBS2 اللي انقرض وما عادش له استخدام بس هم برده بيحطوه لحد دلوقتي، مع 2 USB2 مع سوكت للDVI وسوكت للHDMI مع 2 USB 3.2 Gen 1، وبعد كده بيجي سوكت لللان مع 2 USB 3.2 Gen 2، واحد تايب A وواحد تايب C، وبعد كده بيجي معانا مخارج الصوت. طب انت مثلا مش حابب البي 450 التوماهوك ماكس، في بوردات تانية افضل من البي 450 التوماهوك ماكس؟ اقول لك في بوردات تانية افضل من البي 450 التوماهوك ماكس. عندك مثلا الاسوس تاف البي 450 جيمنج برو اس، دي من افضل البوردات للفئه المتوسطه برضو، لان هنا بتيجي اعلى من البي 450 التوماهوك ماكس في مراحل الطاقه، وبتيجي بكارت صوت اعلى من البي 450 التوماهوك ماكس. اسوس تاف هنا بتيجي بكارت صوت ريلتك 1200، والبي 450 التوماهوك ماكس بتيجي بكارت صوت 892. فكارت الصوت اللي بيجي في الاسوس تاف الجيمنج برو اس بيبقى اعلى من البي 450 التوماهوك ماكس. بالنسبه لمراحل الطاقه فبتيجي اعلى من مراحل الطاقه اللي في البي 450 التوماهوك ماكس.
تاني حاجة في تجميعة النهاردة وهي المعالج، وانا اخترت لتجميعة النهاردة معالج الشعب الرايزن 5 3600. المعالج اللي بيجي بتردد 3.6 جيجا هرتز وبيوصل في البوست ل 4.2 جيجا هرتز. المعالج اللي بيجي ب6 كور و12 مسار وبيجي ب 32 ميجا كاش وبيجي بمعمارية ال7 نانومتر وبيستهلك طاقة معانا 65 واط وممكن تزيد مع الضغط لحد 70 واط. طب هتقولي انت ليه ما خدتش ال 5600 مثلا او ال 3600 اكس؟ هقول لك فرق ما بين ال 3600 وال 5600 من 1000 ونص ل 2000 جنيه. هنلاقي التجميعة معانا زادت. لا انا ممكن استثمرهم في كولر كويس يساعد في تبريد المعالج ويخليني اضغط على المعالج واستفاد باقصى استفادة منه او استفاد باقصى اداء للمعالج، وان انا حتى ممكن اقدر بعد كده اكسر سرعة المعالج لو حبيت اكسر سرعته زي ما هنشوف في الفيديوهات اللي جايه. نيجي لتالت حاجة في تجميعة النهارده وهي الرامات، وانا اخترت النهارده كيت رامات من اكس بي جي الدي 50 بحجم 16 جيجا على قطعتين بسرعة 3200 ميجا هرتز وبتيجي بسي ال 16 بسعر 1500 جنيه. والرامتين هنا بيجي عليهم هيت سينك معدنيه وبيدعموا الار جي بي وبيعملوا سينك مع البورده وبيبقى شكلهم كويس. وانا بنصح اي حد بيجمع ان راماته ما تقلش عن 16 جيجا بايت، لان كتير من الالعاب دلوقتي بتحتاج رامات 8 جيجا بايت وفي العاب تانية بتحتاج 12 جيجا بايت زي الوار زون والعاب كتيره زيها بتسحب رامات، فلازم ان تبقى راماتنا اقل حاجه 16 جيجا بايت عشان ما يحصلش معانا دروب في الفريمات او ما يحصلش معانا اي لاج في اللعب. نيجي لرابع حاجه في تجميعة النهارده وهي كارت الشاشه. طبعا كلنا بنسمع موضوع كارت الشاشه بنعرف ان الميزانيه هتنط في السماء، وانا ما رضيتش اعلي لك الميزانيه قوي في كارت الشاشه واخترت ال 1650 النسخه الزوتك. الكارت هنا بيجي بمروحتين بحجم 70 مللي وبيجي بحجم 4 جيجا بايت وبيجي ب 896 كودا كورز وبيجي 128 بت وبيجي ببيس كلوك هنا 1485 ميجا هرتز وبتوصل مع البوست ل 1725 ميجا هرتز وبيدعم لحد 3 شاشات وبيجي بثلاث مخارج، واحد دي في اي وواحد اتش دي ام اي وواحد ديسبلاي بورد. طب ممكن واحد هنا يجي يقول لي انت خدت ليه 1650 مع ان المعالج اللي انت مركبه يدعم لحد 3060 تي اي؟ هقول لك انا لو فكرت في ال 3060 تي اي التجميعه دي هتزيد بالظبط حوالي 10000 جنيه، لان ال 3060 تي اي دلوقتي بيلعب في رينج ال 15000 جنيه وممكن يزيد كمان. وال 1660 سواء ال 1660 السوبر او ال 1660 التي اي بيلعبوا في رينج ال 10000 جنيه. فانا ما حبيتش ان انا انط لك بالتجميعه في رينج ما تبقاش متوسطه. هاجي اقول لك متوسطه عليا بس هي ما بقتش متوسطه خالص كده. لما مثلا تلاقي التجميعه وصلت لها ل 25000 جنيه كده ما بقتش تجميعه متوسطه. وبالنسبه للكارت اللي معانا النهارده هو ال 1650 نقدر نلعب بفريمات كويسه وهنقدر نعمل مونتاج وهنقدر نشتغل جرافيك ولو حبينا نستريم هنستريم منه. نيجي بعد كده للهاردات، وهنا عندي اكتر من خيار في موضوع الهاردات. ممكن اركب اس اس دي ساتا بحجم صغير 120 جيجا بايت او 128 جيجا بايت مع هارد ميكانيكي، وممكن اركب اس اس دي ساتا بحجم 500 جيجا بايت وما اركبش هارد ميكانيكي، وممكن اركب ام دوت 2 بحجم 128 جيجا بايت مع هارد ميكانيكي، وممكن اركب ام في ام اي بحجم صغير مع هارد ميكانيكي. كل واحد على حسب ميزانيته، بس اساسي لازم ناخد اس اس دي او ام دوت 2 او ام في ام اي على حسب ميزانيتك. لازم الثلاثه دول واحد منهم اساسي، والهارد الميكانيكي ممكن تستغنى عنه لكن ما ينفعش تستغنى عن الثلاثه دول، سواء تركب اس اس دي ساتا لو ميزانيتك مش سامحه او ميزانيتك سامحه انك تجيب ام دوت 2، ولو ميزانيتك كويسه ممكن تجيب ام في ام اي بحجم 250 جيجا مع هارد 500 جيجا. وده اللي انا هعمله النهارده. وهركب السامسونج الايفو بلس 970 اللي بيجي بحجم 250 جيجا بايت مع هارد ميكانيكي سواء 500 جيجا بايت او 1 تيرا بايت. نيجي بعد كده للكيسه، وانا هختار الكيسه النهارده اللي هي الانتيك الدي اف 600 فلوكس. الكيسه هنا بتيجي ب5 مراوح وتهويتها محترمه قوي، وبتيجي ممكن نجيبها ككومبو وممكن نجيبها من غير الباور سبلاي. هي بتيجي بالباور سبلاي بسعر 2300 جنيه او 2350، وبتيجي من غير الباور سبلاي في رينج ال 1350 لحد 1450. والكيسه هنا تهويتها كويسه وعملنا لها مراجعه كامله على القناه، هتظهر في الاي اللي فوق وشكلها كويس، وبتيجي بمتحكم للمراوح او كنترولر للمراوح نقدر نتحكم منه في الادريسابل ار جي بي عشان البورده هنا مش بتدعم الادريسابل ار جي بي، وهتبقى متناسقه مع بعضها وهيبقى شكلها كويس قوي في الاخر. وبالنسبه للباور سبلاي هنا انا اخترت باور سبلاي 600 واط اللي هو الكولر ماستر الاليت الفيرجن 4. الباور سبلاي ده كويس وهيكون كافي قوي مع التجميعه بتاعتنا ومش هنحتاج ازيد من كده في التجميعه بتاعتنا النهارده. والباور ده بيجي بسعر حوالي 800 ل 850 جنيه. يلا نشوف كده البنش مارك للتجميعه ونرجع لكم بعد الفاصل.
كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، واتمنى يكون كل اللي شاف الفيديو النهارده استفاد مننا، وان شاء الله في الفيديوهات الجايه اجيب لكم حاجات احسن من كده بكتير، واجيب لكم تجميعات بديله للاجهزه الاستيراد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لنا اللايك عشان بيفيد القناه كتير. لو اول مره بتشوفنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك معنا في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. كان معاكم وليد زايد، مع السلامه.